وهلا هلا بالحلوين اللي منورين قناتي. صباح كل الخير على عيونكم او مساء الورد، على حسب التوقيت اللي هتشوفوني فيه. وطبعا وحشتوني كتير قوي من اخر فيديو نزلته على القناة. ولكن قبل ما نبدأ نصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وأهلا بالعيد. عايزاكم تكبروا وتفرحوا وتفرحوا أولادكم وفرحوا بيوتكم، ارفعوا التكبيرات بصوت عالي في كل مكان في البيت وافرحوا واتبسطوا. أنا النهاردة عاملة لكم يعني مقتطفات كده من كل حاجة في فيديو بسيط. يلا بقى، ما تنسيش حبيبة قلبي اللايك والشير والسبسكرايب، ودوسي على علامة الكل عشان تشوفي كل فيديوهاتي. تمام. بصوا، انا حبيت ابدا معاكم الفيديو بالحاجه المحببه الى قلبي انا شخصيا، واكيد مش انا لوحدي، يعني في ناس كتير زيي برضو. وهي توزيعات العيد، حاجه كده بسيطه ورمزيه والاولاد بتفرح بيها قوي. لما بنخرج نصلي العيد طبعا بيبقى موجود اطفال كتير، فبنوزع عليها الحاجات دي. وفي الشارع كمان، والله وانا راجعه بوزع. وبحب قوي الشارع اللي بمشي فيه وانا رايحه اصلي العيد، ما بيبقاش هو نفس الشارع وانا راجعه. فاهميني؟ يبقى شارع تاني خالص، وكمان دي سنة عن رسولنا الكريم. فطبعا بيقابلني أطفال كتير، بقف ووزع عليهم وبيبقوا مبسوطين، وأهلهم كمان بيبقوا مبسوطين برضو. والجيران بقى والأطفال العيلة وكده. يعني أي طفل بيقابلك في الصلاة بتديله التوزيعات دي، بيفرح بيها جدا، وحتى هو بيبقى حابب ان هو يخرج يصلي العيد علشان يتبسط بصلاة العيد مع أهله ويشوف الناس، وفي نفس الوقت بيبقى مبسوط بالحاجات البسيطة دي الرمزية. بصي بقى، هو في كذا فكرة للتوزيعات، أفكار كتير وأشكال كتير، وطبعا على قد إمكانياتك، يعني حاجات بسيطة بس والله بتفرق. المتاحة عندك بقى يعني بونبوني، شوكولاتة، مصاصات مثلا، بالونات، ممكن لعب، ممكن تجيبي كروت، توك لو هتعملي مثلا شنطة خاصة للبنات وشنطة خاصة للصبيان. فبتحطي توك أو اكسسوارات خاصة طبعا بتوزيعات البنات. لو الصبيان بتحط لهم حاجات برضو خاصة بيهم، ألعاب بقى، كروت، بونبوني، مصاصة، أي حاجة متاحة عندك. مش حابة كده وعايزة كله مع بعضه، مفيش مشكلة. وأي محل من اللي بيبيع مستلزمات العلب البلاستيك بتجيبي منه الأكياس الصغيرة دي زي ما انت عايزة في جميع المقاسات على حسب التوزيعات اللي انت هتحطها في الكيس. بتجيبي الحجم اللي انت عايزاه بس، وبتتفك وبتتلزق بكل سهولة. وفي كمان في العتبة شارع اسمه على ما اعتقد شارع درب البرابرة، في اكياس مخصوص لتوزيعات العيد، اللي هم بيبيعوا دايما حاجات السبوع والتحف والحلويات والملبس وكده. دول بيبقى عندهم برضو اكياس لتوزيعات العيد. بصي، ابدعي بقى، اهم حاجة في العيد هي فرحة الاطفال. ممكن والله لو اخدتي كيس بونبوني او شوكولاتة كده بس من غير اي توزيعات او اي حاجة ووزعتي برضو، مش وحش والله. انا شخصيا ببقى مبسوطة جدا وانا بوزع الحاجات دي، بحس بفرحة كده كبيرة جوايا. دي الاكياس اهي، انا جبت الحجم ده المناسب ليا. حطيت عادي بقى بالونة ومصاصة وبونبوني، وبقعد انا والولاد كمان نعبيهم ونخلصهم، وكمان هما بيبقوا فرحانين وهما بيعبوا معايا. وده بيبقى شكلها حاجة بسيطة ومش مكلفة. اهي، حطي بقى زي ما انت عايزة، وده بيبقى شكلها النهائي. وانا قلت لكم في الاول في افكار كتير، يعني مش الفكرة دي بس، في ناس بتفضل انها تجيب كروت وتحط فيها عاديات، وفي ناس بتفضل برضو انها تجيب العاب، وفي ناس بتحب انها تجيب شوكولاتات وملبسات وحاجات زي كده. فكل واحد بقى على قد مقدرته. تمام، انا كده خلصت التوزيعات. تعالوا بقى يا حلوين نعمل مع بعض احلى سكراب شفايف واحلى ماسك ان شاء الله. بعد الفيديو ده هتعتمدوا عليهم على طول. النهارده طبعا ليلة العيد ولازم ندلع نفسنا، حتى لو احنا مشغولين طول الايام ومش فاضيين. بس النهارده بيبقى يوم مميز وبنحب نهتم شوية.
لا شوية ايه، شويتين 3 زي ما احنا عايزين بقى. تمام. انا شخصيا بميل اكتر لاي ماسك او اي حاجة طبيعية، يعني تكون مكوناته طبيعية 100%، سواء السكراب او الماسك اللي هقولك عليه. اولا السكراب اللي هعمله ده اللي هقولك عليه دلوقتي ده تحفة وهيقعد معاكي كتير. آم، ده كركديه اللي هو العناب اللي بنشربه، للناس اللي مش عارفاه ده بنجيبه من عند العطار. بس وبنطحنه في الكبة زي كده، وهنحطه ونستخدم منه معلقة واحدة بس كبيرة، وكمان هنحط عليه معلقة عسل نحل ومعلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة كبيرة من السكر. ويفضل انه يكون السكر اللي انت هتحطيه على السكراب ده يكون خشن، يعني السمك بتاعه كده خشن. انا هنا كان اخر معلقة فازلين عندي ومش هرمي العلبة وهخليها وهقولك هعمل فيها ايه. بس كده هخلطهم كلهم مع بعض كويس. لازم يبقى ملمسه خشن، زي ما انت شايفة كده الملمس بتاعه يكون خشن علشان يبقى سكراب صح. وده شكله اهو تمام. حطيه بقى في اي برطمان صغير او اي علبة عندك بغطا. انا هنا علبة الفازلين دي خلصت فهحط فيها السكراب اللي انا عملته. بس تحطيها في التلاجة بقى، ولما تحتاجي تعملي بتخرجيه وتاخدي منه كمية بسيطة وهيقعد معاكي فترة كبيرة قوي. انا باخد كمية صغيرة وبحطها على الشفايف وبايدي كده بوزعها بشكل دائري. عايزة اقولك تحفة، بيفتح لون الشفايف وبيخلي لونها وردي علشان احنا حاطين كركديه طبيعي طبعا، وبيدي لون بيورد الشفايف، بيخلي لونها حلو قوي. وكمان بيقشر الشفايف وبيشيل الجلد الميت والتشققات. في مننا كده لما بيجي يحطوا الميك اب بيلاقوا كده شفايفهم خشنة وفيها تشققات. جربوه ان شاء الله هتعتمدوا الطريقة دي. تاني وصفة معايا هي ماسك خفيف وطبيعي، ده بيفتح وبينقي وبيغذي وكمان بيشيل الشعر الوبري اللي في البشرة اللي هو خفيف وما بنشوفوش. فالماسك ده خطير جدا. هو عبارة عن معلقة قهوة ومعلقة كبيرة من الجيلاتين، ده بتجيبيه من اي عطار برضو. انا هنا كنت جايبة دول ب10 جنيه بس. ومعلقة كبيرة من النشا ومية سخنة بس، وهتقلبيهم كلهم مع بعض كويس. بس انا هنا للأسف كنت زودت المية شوية، فهنزل كمان بشوية نشا واقلبهم كويس قوي. خليه خليط تخين شوية، بلاش يبقى خفيف علشان ما يقعش من على بشرتك. بس وهفرده على وش كويس. وبعدين لازم عايزة اقولك على حاجة مهمة، ابعديه عن شعرك وعن الحواجب علشان انتي بعد ما بتسيبيه ينشف، هو طبعا بنسيبه ينشف خالص على بشرتنا، بتشيليه زي القناع. فبالراحة، فممكن غصب عنك تشيلي معاه الحواجب او جزء من شعرك، فاحنا بنبعده خالص عن منطقة الحواجب والشعر، فخلي بالك. بس وهنشطف وشنا بعد ما ينشف خالص على وشنا، وهنشيله كده زي القناع من تحت لفوق. هنشطف وشنا بمية دافية، وبعد كده رطبي بقى بأي مرطب عندك. كمان في ماسك حلو قوي زيه كده، عايزه اقولك عليه برضو علشان تعتمديه. هو عباره عن معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من النشا ولبن، وهتعمليه برضو يكون خليط تخين شويه. وعايزه اقولك ده خطير خطير، يا ريت تجربي يا ده يا ده وشوفي الفرق في بشرتك قبل وبعد الاستخدام. تمام، خلصنا بقى الماسكات والسكراب وخدنا الدش بتاعنا الجميل. ندخل بقى على بيجامة العيد. ويا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. بص بقى، في كتير مننا لو ما جابتش طقم خروج بتاع العيد مش مشكلة بالنسبة لها، عادي خالص تتقضى بأي حاجة إلا بيجامة العيد. هي كمان بتفكرنا بذكريات زمان واحنا صغيرين. كان لازم علشان نحس بالعيد نجيب بيجامة العيد وكده، وكنا دايما نحطها في حضننا هي والفستان والجزمة والتوك والاكسسوارات.
ونصحى بدري بقى علشان نلبسهم ونفطر، وبعد كده نستقبل الضيوف ونستقبل قرايبنا وناخد العيدية ونخرج. ايام والله كانت جميلة وكلها بركة وخير، بركة وخير وفرحة وسط حبايبنا. فدلوقتي بقى بنحاول نعوض الايام الجميلة دي اللي عدت بينا على طول ولو بحاجة بسيطة. يلا بقى لو وصلتوا معايا يا حلوين لحد هنا حطوا لايكات كتير وصلوا على النبي كتير. خلاص بقى الشقة متظبطة ونضيفة، وكمان ظبطنا نفسنا وقاعدين بقى بنسمع يا ليلة العيد، نجهز بقى قاعدة حلوة كده. احنا طبيعي بنطبق الصبح لصلاة العيد لحد صلاة العيد، يعني محدش بينام. وبعد ما نصلي ونرجع بالسلامة بنفطر ونقعد شوية، وطبعا بناخد العيدية وندي العيدية، وبعد كده بننام ونصحى بقى نشوف يومنا هيمشي ازاي. فانتي بقى في القعدة الجميلة دي حضري اي حاجة حلوة عندك. ايوه يعني اعملي سهرة حلوة كده ليكي ولحبايبك واولادك، وافرحوا وعلقوا البالونات وزينوا شققكم وعلوا التكبيرات. عايزة اقول لكم من بعد الفطار والواحد مش قادر ياكل اي حاجة طبعا. النهاردة كان صيام يوم عرفة، والجو كان حر جدا والواحد ما اكلش كويس، ولكن عمال يشرب في مية وعصير. بس هجهز برضو علشان الضيافة والاولاد. هنا انا كنت عاملة جيلي، ودي كمان بسبوسة وشوية مقرمشات بقى وترمس ومكسرات، اي حاجة عندك طلعيها وقدميها. لب فشار اي حاجة موجودة. عايزة برضو تقدمي حاجة ساقعة او عصير او شوكولاتة زي ما تحبي. هي طبعا بتبقى زي ضيافة عيد الفطر، بس الاختلاف بيبقى في الكحك والبيتي فور والبسكوت. ولو عايزة تجيبي برضو تقدمي مفيش مشكلة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وطبعا ما ننساش العيدية، استلموها بقى بايديكم اليمين ووزعوها بايديكم الشمال، ما بتقعدش يعني سلم واستلم. مش عارفة ليه ما بنلحقش حتى نفرح بيها. يلا اكتبولي تحت في الكومنت وقولولي انتم كده برضو اللي بتستلموه باليمين بتطلعوه بالشمال. يلا بقى ما تنسوش اللايك الجميل ده بالنسبة لي احلى عادية. هنا خلاص تمام جهزنا كل حاجة، نقعد بقى نتسلى ونفرح ونسمع اغاني العيد ونعيد على حبايبنا واصحابنا وجيراننا، وكل سنة وانتم طيبين. وهنا بقى شوية بالونات لزوم الفرحة ولزوم الديكور، والأولاد كمان تفرح وتلعب وتتبسط ونحسسهم ببهجة العيد. أترككم في رعاية الله، مع السلامة.